تعالوا خدكم في ترشيح برضو مختلف، وبرضو الترشيح لكاتب بعينه مش لرواية بعينها. والترشيح ده لكاتب وهو أحمد إبراهيم إسماعيل. والرواية دي تحديدا اللي هكلمكم عنها هي رواية أبو جامع صادرة عن دار الهالة. الرواية اللي بتتكلم على كوم أبو جامع، مش مكان بعينه لكن بتتكلم على طبقة بعينها، الطبقة ما يعني متدغدغة، مش تحت حد الفقر، لا ده تحت حد الفقر. بيدخلنا في العوالم دي، بيورينا عيشة الناس دي جوه القاهرة عاملة ازاي، بيورينا الصعوبات اللي بيواجهوها، بيورينا العيشة اللي عايشينها. رواية صعبة نسبيا لكن بتكلمك عن واقع يمكن نكون احنا غافلين عنه او شايفينه لكن بنتدار منه. رواية صعبة نسبيا لكن ككتابة انت قدام كتابة رائعة الحقيقة وفريدة من نوعها، لواحد من الكتاب المتمهلين جدا في كتابته، ولأنه دايما بيراعي كل كلمة بيقولها. ترشيح مهم جدا، ممكن تحطه في حسبانك.